هذا رجل يقول أنا سافرت لندن 2018 وخذت لي فندق على النهر التامز معي زوجتي وبناتي اللي هو شهر سياحة. يقول لفت نظري وجود رجل كبير في السن ولكن هندامه مو بهندام هالكبر، يعني اللبس اللي مختاره أكيد شبابي وهو كبير عمره فوق 75 سنة. يقول أشوفه رايح جاي، يقول عرفت له زوجة لأن إيش إذا جينا نفطر في الفندق الصبح تجي قبل الناس كلها وتختار على دريشة على البحر على النهر التامز وتختار الأكل بعناية له. إذا أخذنا نص ساعة له جاي هالشاي وقعد معها المرة ما شاء الله تبارك الله فيها ضفارة. يقول أنا قعدت اليوم الأول أنا ماخذ شهر في الفندق هذا، يوم تقول لهم جاء بعد 10 أيام وانزل في كافي ويجي الشاي يقعد عندي. قال بيجيك أحد يا ولدي؟ قلت لا والله ما هو جاي. قلت لي قال اللي معك أهلك؟ هو طبعا يبي مدخل يسولف معي، هو عارف انه مالي وعيالي. قلت اي والله. قال انت ايش جابك؟ قلت والله انا جاي عندي اجازه شهر وبي يعني سياحه انا وعيالي. وانت؟ قال والله انا لي قصه. يقول الشايب هذا. قال وش قصتك؟ قال انا من تجار الرياض الكبار وعندي خير عظيم، بنيت لزوجتي استراحه في ديرة اهلها واهلي يعني. يقول صارت دائما تروح لها الاستراحه وتخليني يا بنت الحلال قعدي يا بنت الحلال. يقول حتى في 15 رمضان الماضي هذا لانه مضى في ذي الحجه خذت عيالها وراحت عند هالاستراحه وامها وخواتها عندها وانا قعدت لحالي. ام افطر عند اخوي ولا الخدامه تسوي الفطور. يقول يوم جاء يوم العيد واعيد في الرياض ثاني العيد واجيهم في الاستراحه. قلت بعيد معهم. يقول يوم جيت له الصبح خبر صبح العيد الناس تنام. يقول له جيت له الاستراحه وسخه وانا شاري لي موتر جديد. يقول لهم جيت ولا والله حالتي حاله ما في احد استقبلني ولا بنتي الكبيره توها صاحيه واسلم عليها وين امك؟ قالت امي نايمه. يقول لهم دخلت عليها ولا الله يعافينا وياكم مكان ما هو ما يسر. قلت الحين انا هالملايين وهالفلوس وفي الاخير هذا استقبالهم لي. يقول لي خويني في الجوف ابي منها 120,000 ريال وكم مره يتصل علي بحول لك المبلغ. قلت لا تحول المبلغ انا بجي اخذه. والله زانتني الفكره واحط مصروف العيال عند بنتي الكبيره واركب سيارتي واروح للجوف. يقول يوم جيت الجوف توني بدخل تراني اتصلت عليه وقلت جهز الغداء. توني على ما ادخل الجوف عند محطه بنزين يقول يطلع لي هاك الشاي بولده واصدمت. موتري مرسيدس اخر موديل. يقول الموتر تاثر شوي وجوالي طاح ما ادري وين راح. الوليد اللي مع الشاي جات طقه في راسه وابتلشت. اخذنا الولد في سياره الاسعاف ورحنا وديناه المستشفى. معزبي قام يتصل علي وجوالي مو معي ويدقدق خاف علي. قام يدور في الجوف بداخل الجوف مع القصيم مع الرياض. يقول يوم جاء ولا السيارة مصدومة سأل قالوا في المستشفى. جاني ولقاني مع سلامات. قلت